اتصدموا لما لقيوني بحط الفشار في الخلاط، والنتيجة كانت مفاجأة للكل. ضفت كمية الفشار بتاعتي في الخلاط كلها، وضفت عليها كوباية من الحليب، وبدأت أضرب. أنا عاملة 3 معالق كبار من ذرة الفشار، عملوا معايا الطبق اللي شفتوه معايا في البداية. تمام. وبدأت أضيف عليهم نص لتر حليب، بس بضيف بالتدريج بحيث القوام يبقى معايا بالشكل ده. وأهم حاجة تعديه على مصفى عشان نصفيه كويس جدا من أي قطع صغيرة. وبعد كده رفعته على النار، هضيف عليه مكعب من الزبدة، 3 معالق كبار من السكر، 3 معالق كبار من الحليب البودرة لو متوفر عندك. بصراحة بيعزز الطعم، لكن لو مش متوفر ممكن نستغنى عنه. قلبتهم على النار بحيث يستووا معايا تمام. هركنهم يبردوا على جنب، ومعايا كيس كريم شانتيه اللي هو نص كوباية. ضفت عليه نص كوباية من المية الساقعة وضربتهم كويس جدا. وبعد كده ضفت خليط الفشار معايا بالشكل ده، وهبدأ أضربهم. والخطوة دي ممكن ناخد الكريمة وخليط الفشار في الحليب ونضربهم في الخلاط، وما نحتاجش مضرب كهربائي خالص. بعد كده بحطهم في علبة وادخلهم التلاجة لمدة 6 ساعات، وبكده نكون عملنا أحلى آيس كريم. بجد ممكن تجربوه، خطير يا جماعه، كانك بتاكلي مثلا ايس كريم فانيليا بالمكسرات. طعمه حلو قوي قوي. اتمنى بجد تشيروا الفيديو ده.